السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. كما كنتوا تشوفوا الوصفه تاعنا اليوم فطور تاع رمضان. درت رولي بطاطا كما راكم تشوفوا اللي راه داير حاله. انا قطعتها دوائر كبيره ودرت لها شويه تاع ملح، شويه تاع زيت، شويه تاع توابل البطاطا، وخلطتهم مع بعضهم، شويه تاع كركم. انا غادي ندير الفرماج من تحت وستفوا هذيك البطاطا. ستفوا البطاطا، ندير وحده فوق وحده وحده فوق وحده كما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيد لهم شويه فرماج من الفوق، وندير شويه تاع الزيت، غير شويه قسم مغرف هكا ولا نرشوها عليهم من الفوق، وندخلهم للفرن يطيبوا. بعد ما يتحمر معنا هاد البطاطا ونوجدوا لها الحشو تاعها اللي نحشوه. انا غادي ندير لها شويه دجاج كما تشوفوا، قليتها مع البصله، درت لها شويه ملح، شويه كركم، شويه كمون، كاع توابل اللي مداري نديرهم، سكنجبير، وخليتهم يطيبوا. انا بعد ما طاب معنا الدجاج خلوه يطيب. هنا بعد ما طاب معايا غادي نديرها في البطاطا. هنا البطاطا تشوفوا جبتها، هنا اللي تكون حاميه ما تخلوش تتبرد، اللي تكون حاميه هكا باش ترولي لكم مليح. درت هذاك اللحم اللي طيبته وزدت الفرماج مبشور ونروليها. نقعدوا نرولو فيها غير شويه، هي شويه ترغبن، شويه صعيبه في من قلت ترولي في نرولو فيها. شغل هذيك البطاطا شويه تقعد تنحل في واحد الجوايه هكا، معليش نلايمو هكا ونديرها على بعضها. انا غادي نزف لها فرماج تاع الساندويتش كما تشوفوا، تاع القطع كما هكا. نديرها من الفوق اختياري، ما تبغوا ديروا جبن مبشور من فوق ديروا. هنايا غادي نعاود ندخلها للكوشه باش تعاود يذوب هذاك الفرماج لداخل ويذوب هذاك الفرماج فوقاني ثاني، غير قد ما يسيح عليها شويه ونطفوا النار. هذا هو الرولي تاعنا بعد ما جبته من الكوشه. انا رافقتها مع الزيتون، درت طاجي تاع زيتون. هنايا شوفوا الشكل تاعها كي جاي شباب، وزعما ساهل في ساعه ينخدم، بصح باش ترولوه شويه صعيب في الرولي، يغبى شويه اللي زعما ما تكونش متعودين عليه اول مره يرولوه يجي شويه صعيب. هنايا كما قلت لكم رافقتها مع الزيتون، جا طبق شباب، شبه الوصفه شباب بزاف وجاي خفيف يشبع كما نقولوا الفطور هكا في رمضان. وهذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك والدعم في القناه باش يوصلكم كل جديد وصفاتي. مع السلامه.